السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي لمسة إيمي. اليوم جبت لكم هذا الخبز القطني البنات. هذا الخبز من أروع وأحسن الأنواع الخبز اللي خدمتها كامل في حياتي. يجي قطني مدهش مدهش البنات، يعني مهما نصفه لكم ما راحش تصوروا البنة تاعو ولا الخفة تاعو إلا إذا جربته طبعا. ان شاء الله فقط تجربوا الوصفة لانها اكثر من رائعة، تقدروا تعتمدوها في رمضان، وايضا هو بالسميد يعني صحي. ان شاء الله تستفادوا من الوصفة وتنال اعجابكم. والان بلا ما نطول عليكم نبداو في المقادير وطريقة التحضير. هنا انا راح نستخدم العجان، واللي ما عندهاش العجان تقدر تستخدم يعني يديها فقط، تعجن باليدين فقط. ولكن اللي عندها العجان ما راحش تقيسه كامل بيديها، راح تستخدم العجان بدون ما تلمسه بيديها. والآن مثل ما تشاهدوا المقادير هي: نضع 2 كؤوس من الماء، واثنين ملاعق كبار من اللحظة. اللي ما عندهاش اللحظة أو الحليب البودر تقدر تستخدم كأس ماء وكأس حليب عادي. فيما بعد نضيف ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، وملعقة كبيرة من السكر، و3 ملاعق كبيرة من الزيت، و2 كؤوس من السميد الأرطب كامل، يعني السميد الأرطب. فيما بعد نضيف بياض بيضة، ونترك العجان يخلط كامل هذه المكونات مع بعض. بالنسبة لقيس الكأس البنات فهو 220 مليلتر. ثم نضيف ملعقة صغيرة من الملح، و2 كؤوس ونصف من الفارينة، ونترك العجان يعجن مرة أخرى بهذا الشكل حتى تدخل الفارينة مع باقي المكونات. ومثل سبق وقلت لكم اللي ما عندهاش العجان تقوم بكل هذه المراحل ولكن باليد. هنا أضفت ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، ونترك مرة أخرى العجان يعجن حتى تدخل الزبدة في العجين كاملة بهذا الشكل. تقدروا أيضا تخدموا نفس الطريقة باليد، يعني العجان غير ضروري. هذا هو قوام العجين اللي راح تتحصلوا ليه، يجي يلتصق كثيرا في اليد. والآن نتركه يختمر حتى يتضاعف الحجم، طبعا نغطيه بكيس بلاستيكي ونتركه يختمر. والآن هذا هو شكله بعد الاختمار. لاحظوا كيف يلتصق في الإصبع، يجي خفيف كثيرا. والآن ندهن يدي بالزيت ونرفع العجين ونضع في صينية. هذه الصينية ندهنها طبعا بالزيت أو الزبدة ونفرد بهذا الشكل. بالنسبة لقياس الصينية فهو 30 سنتيمتر على 40 سنتيمتر. فيما بعد ندهن بصفار البيضة ونرش عليه القليل من السينوج ونتركه يختمر مرة أخرى. وفي نفس الوقت نكون شعلنا الفرن يسخن على أقصى درجة، لأنه هذا الخبز لازم يطيب في فرن يكون ساخن جدا. ولما نضعه في الفرن نزلوا على درجة حرارة إلى 200 درجة، وكل واحدة والفرن تاعها وعلى حسب ما مولفة الطيب فيه. وهذا هو شكل الخبز البنات، يجي أكثر من رائع. صدقوني جربوه وما راحش تندموا، لأنه النتيجة مبهرة بالفعل. فقط كملاحظة لما يطيب نزعوه من الصينية وحطوه فوق ترشونه حتى ما يعرقش. هنا أنا قسمته حتى تشوفوا الخفة والهشاشة اللي كنتوا أصلا شفتها في بداية لا فيديو. رائع رائع البنات، اعتمدوا هذه الوصفة، متأكدة انكم ما راح تندموا، لأن النتيجة تحفة تحفة. ان شاء الله فقط تجربوه، لأني متأكدة راح يعجب كامل أفراد عائلتكم، وبإذن الله راح تعتمدوه في هذا رمضان. ان شاء الله ربي وصلنا ليه لا فاقدين ولا مفقودين. ونتلاقاو الفيديو القادم ان شاء الله. بسلامة.